ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. بس قبل ما نبتدي عايزه اسالكم ايه رايكم في الباك جراوند كده اللي ورايا؟ شايفين المنظر حلو قد ايه؟ المكان بجد رائع رائع. بصراحه انا والبنات بقالنا مده كده نفسيتنا مش افضل حاجه، لان بصراحه الفتره الاخيره مرت علينا حاجات كتير جدا جدا صعبه، وطبعا الحمد لله على كل شيء. فكنا بجد محتاجين ان احنا نفصل، ومحتاجين ان احنا نغير جو، حتى لو كان يومين ثلاثه. فقررنا بقى ان احنا نيجي هنا نقضي حتى يومين ثلاثة كده. المهم هنشوف هنقعد قد ايه يعني، علشان نقدر ان احنا يعني نفسنا تتحسن كده، ونقدر نكمل في اللي جاي باذن الله. المهم ان انا قلت بقى ايه النهارده اصور لكم احنا فين، وكمان اوريكم الغرفه اللي احنا نازلين فيها. وطبعا كمان هحاول ان انا اصور لكم كل الاكوا بارك اللي موجوده تحت والمكان من تحت. فتابعوا معايا بقى الفيديو لحد الاخر، ولو عجبكم اهم حاجه ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك، وكمان تعملوا لنا شير لو قدرتوا. فمش عايزه بقى اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا على طول نبتدي. اوريكم اول حاجه الغرفه، وبعد كده نكمل مع بعض. هوريكم بقى من اول الباب ده كده. الباب اهو. اول لما بندخل كده بصوا هنا كده في الدولاب مساحته طبعا كبيره جدا. في هنا كده الخزنه، وهنا بقى المكان طبعا بتاع اللبس. وفي الناحية التانية بقى هنا التويلت بصراحة حلو جدا. استنوا كده نولع النور. بصوا بقى التويلت واسع ونظيف، ويعني الستايل بتاعه لذيذ جدا جدا. المراية اهي، الحوض، وهنا في زي دولاب كده، والكرسي، السشوار، والتويلت. وبقى الشاور منفصل خالص عن التويلت، وبرده المساحة بتاعته حلوة قوي، لذيذ جدا بصراحة. بصوا حلو قوي قوي. وطبعا المكان نظيف جدا جدا، ومتوفر فيه كل حاجة. بعد كده بقى هنا كده يعني ده الدولاب اهو. احنا واخدين غرفة كده اسمها فاميلي، بتكون غرفتين جوا بعض. هنا بقى في زي بار كده نحط عليه كل اللي احنا عايزينه، وتحت مكان كده بنحط فيه الشوزات، وهنا كده ده مكان للمشروبات، وهنا في التلاجة طبعا. كل حتة بقى فيها مراية كده زي ما انتوا شايفين. هي الإضاءة يعني ايه في الغرفة اللي بره دي مش احسن حاجة. هنا كمان في مراية تانية، والتلفزيون، وهنا زي سراحة او ترابيزة كده صغيرة. ودي الغرفة الأولانية اللي هي بتكون دبل كده، سراير ايه منفصلة. بصوا الديكور عامل ازاي، والإضاءة هادية كده وجميلة. دي كده الغرفة الأولانية. منها بقى بندخل على الغرفة التانية، هما الغرفتين في بعض. ادي كده الباب. بعد كده بقى دي الغرفة التانية اللي هي المفروض الغرفة الكبيرة، بيكون السرير بتاعها واحد، يعني سرير دبل بس سرير واحد من السريرين. وده كده الديكور والأضواء بتاعتها. في هنا كده زي برضو ايه مكان كده نقدر ان احنا نقعد فيه، بغض النظر بقى عن الحاجات بتاعتنا، الشوزات والسليبرات والحاجات دي، لان احنا فضينا حاجتنا خلاص. هنا في برضو مراية بقى تانية برضو للأوضة دي. وهنا في كده كرسي، والسراحة فيها 3 دراج. والمساحة بتاعت الأوضة كبيرة وحلوة جدا. 2 فوتيه بالترابيزة. والاباجورات دي بقى بالليل بتبقى الاضاءه بتاعتها بجد خطيره. طبعا الاوضه اللي بره بتكييف، واللي جوه بتكييف، كل واحد منفصل عن التاني. عايزه اقول لكم بقى احلى حاجه موجوده في المكان هنا هي الفيو. بصوا بقى الفيو، الغرفه بتاعتنا على فيو خطير. بصوا المكان عامل ازاي. بصوا اولا هي فيها مش شباك، هي فيها بلكونه كده. بصوا تعالوا اوريكم بقى الفيو. بصوا المساحه بتاعت البلكونه كمان عامله ازاي. بس عشان الاغاني انا ايه يعني عايزه اخلص بسرعه. بصوا هحاول اسرع المقطع ده. بصوا الفيو بقى وجمال الفيو على الاكوا على طول، فخطير بجد خطير. في هنا منشر كده علشان خاطر طبعا نحط الهدوم بتاعتنا لما نغسلها. انا ما حبيتش اطول بره عشان صوت الاغاني هتدينا كوبي رايت. فبصوا حلو قوي قوي.
وفي جوه الدولاب منشر تاني زياده نقدر ان احنا نطلعه بقى ايه في البلكونه كده من بره لو احنا عايزين منشر زياده. فبصراحه المكان خطير، واتنين تلفزيون، واحد في الغرفه دي واحد في الغرفه دي، فبجد حلوه قوي قوي. يعني من الاماكن اللي عجبتني وان انا ممكن اكررها تاني وانزل في نفس المكان تاني. بصوا بقى كده، هي دي الغرفه اللي احنا نازلين فيها. هي الغرفه موجوده زي في ممر كده، في غرف كتير جدا، والممر ده الفيو بتاعه اهو. بصوا الفيو بتاعه موجود على الشارع كده، الغرفة من بره الفيو بتاعها على الشارع، وهي موجودة في ممر كده زي ما انتوا شايفين، لان هي كده زي في دور اول. ده كده الفيو اهو بتاع الممر، لكن فيو الأوضة من جوه موجود على الأكوا زي ما انا وريتكم كده. بصوا ده كده الممر بتاعه بقى ايه الغرف. استنوا هوريكم بقى بننزل منين علشان ننزل للأكوا، لان هو على الأكوا على طول، فبيبقى بصراحة سهل جدا. بصوا كل دي كده بيبقى فيه غرف، وطبعا في ادوار تانية فوق. احنا في الدور الاولاني اهي الأكوا اهي، من هنا كده اهي. بصوا بننزل بقى من هنا كده اهي، بنبقى على الأكوا على طول اهو كده. بس انا مش عايزه اطول عشان في اغاني، علشان حقوق الطبع والنشر اهو. بصوا كده احنا بقى نزلنا بقينا على الأكوا على طول. تعالوا بقى افرجكم على الجزء بتاع الأكوا بارك والبسينات اللي موجوده في الفندق. بس انا استنيت لحد ما الميعاد بتاع البسينات والأكوا بارك خلاص يقفل علشان اقدر ان انا اصور كده براحتي، وكمان اوريكم المكان بالتفصيل علشان تقدروا انتوا كمان تستمتعوا بقى في الفيديو كده وانتوا بتتفرجوا عليه على المناظر الحلوه دي. المكان واسع جدا، موجود فيه اكتر من حاجة، وفي حاجات طبعا مناسبة للكبار وحاجات تانية مناسبة للأطفال. في ألعاب مائية بالعوامات وألعاب مائية تانية من غير عوامات. وطبعا الألعاب المائية بتاعة الكبار منفصلة تماما عن الألعاب المائية بتاعة الأطفال. وطبعا في بسينات عادية للنزول العادي، وكمان في مكان زي البحيرة كده، بس هو بسين مش بحر يعني، لكن على شكل بحيرة. بيكون في مركب اللي هي زي العوامة دي بالمقداف، بنقدر ان احنا نركبها ونقدف بيها كده، ناخد بيها الملف كله بتاع البسين اللي عامل زي البحيرة دي. وكمان في بسين كده صغنون، البسين الصغنون ده بيتعمل فيه برضو امواج صناعية كده، بتبقى عاملة زي البحر الصناعي، فبتبقى برضو لذيذة جدا. المساحة بتاعة الجزء كله متوزع فيها زرع ونخل، طبعا علشان تدي كده منظر حلو. والمكان طبعا علشان فيه مناظر كتير مختلفة، فيعني بيبقى فيه احلى فوتو سيشن بصراحة. يعني مناظر للصور كتير جدا، وحاجات مختلفة ياما، واماكن مختلفة ياما نقدر ان احنا نتصور فيها، خصوصا بعد ما البسين والاكوا بارك بيقفل والدنيا بتبقى هادية وفاضية كده، فالميعاد ده بيبقى حلو قوي قوي للتصوير. برضو موجودة على البسينات وعلى الأكوا بارك بار صغير أو زي مطعم صغير كده، بيكون موجود فيه مشروبات سخنة ومشروبات ساقعة وسناكسات وكمان سندوتشات. دي بتكون بره الميعاد بتاع الفطار والغدا والعشاء، يعني دي كده حاجة زيادة نقدر ناخد منها الكمية اللي احنا عايزينها طول النهار، طول ما احنا قاعدين على الأكوا بارك أو على البسين. زي ما احنا عايزين بقى، بيبسي، عصير، نسكافيه، شاي، سندوتشات، ممكن ناجتس، سندوتشات برجر، بطاطس محمرة. لان اوقات كده الولاد الصبح مش بيقدروا يفطروا كويس قوي، فبيجوا كده في النص بين الفطار والغدا ممكن يحسوا ان هم جعانين، فبصراحة هم موفرين الموضوع ده، ودي حاجة بصراحة لطيفة جدا جدا. المكان واسع زي ما انتوا شايفين كده، بس انا بحاول ان انا اصوره لكم بالتفصيل علشان تبقوا يعني كأنكم عايشين كده معايا في الأجواء اللي أنا عايشة فيها دي. الواحد من وقت للتاني بيبقى حاسس ان هو لازم ان هو يغير جو على قد ما يقدر في المكان اللي مناسب ليه وامكانياته تسمح بيه. بس المهم ان احنا نفصل عشان نقدر نكمل. طبعا الضغط بتاع الدراسة مع الضغط اللي بيحصل للواحد عموما في الحياة، مع شغل البيت، مع لو كنتي كمان بتشتغلي برضو يعني الولاد بيبقوا مضغوطين في الدراسة، بيجي بقى علينا وقت بنبقى خلاص فعلا محتاجين ان احنا نجدد ونغير جو بحاجة كمان تكون مختلفة احنا ما عملناهاش قبل كده. يعني المكان ده احنا اول مرة نروحه، فلما بنروح مكان جديد
ما شفناهوش قبل كده، مش عارفين تفاصيله، الموضوع بيبقى مختلف تماما. لكن لما بنروح مكان احنا رحناه قبل كده وعارفين كل التفاصيل اللي موجودة فيه، بنحس ان الموضوع يعني ما فيهوش ايه، سسبنس قوي، فاهمين؟ لكن طول ما انا رايحة مكان المكان ده مجهول بالنسبة لي ولسه هشوفه لأول مرة، بيفرق جدا جدا. ببقى كل يوم بحس ان انا بكتشف في المكان حاجة جديدة، منظر حلو اكتر من المنظر اللي شفته قبل كده. ببقى عايزة اتمشى في كل المكان علشان خاطر اشوف كل التفاصيل اللي موجودة فيه. ففعلا الموضوع ده بيفرق في نفسيتنا جدا، وبنبقى محتاجينه حرفيا. طبعا كل واحد يقدر يعمل حسب الامكانيات المتاحة ليه، مش شرط ان الحاجة اللي احنا نعملها تكون في اعلى ليفل، تكون واو. ممكن ولو يوم واحد في مكان بسيط برضو ده بيفرق وبيخلينا ان احنا نفصل. المهم ان احنا نستمتع بوقتنا ونفصل عن الحاجات اللي هي بتكون عاملة لنا ضغط علشان نقدر نكمل. لان لو احنا فضلنا مستمرين على طول في الضغط والشغل والدراسة من غير فواصل، بصراحة الواحد بيبقى بيجي عليه وقت بيبقى حاسس انه خلاص كده طاقته خلصت، وفعلا فعلا مش قادر ان هو يكمل. وده بيخليه ان هو يقلل بقى من الاداء بتاعه. يعني لو انا مثلا بدي في يومي يعني 3 4 5 ساعات حاجات شغل البيت بقى او شغلي بره او مع الولاد، لا بلاقي نفسي بقى طاقتي عمالة تقل ومش قادرة حتى اشتغل ولو حتى ساعة واحدة في اليوم. لكن لما بفصل واجدد كده بحس كده باختلاف. بصراحة المكان عجبني جدا 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 جدا، يعني مش عارفة اقول جدا من هنا لامتى. بس المكان لطيف جدا. الجو كان حر شوية بس حر مقبول يعني. طبعا انا لغاية دلوقتي ما قلتلكمش انا فين. انا موجودة في شرم الشيخ، ومش اول مرة اجي شرم الشيخ، لكن اول مرة اجي الفندق ده. من باب التغيير حبينا ان احنا نجربه، بس بصراحة كان اختيار موفق والحمد لله. اتبسطنا جدا، والمكان ممتع للغاية زي ما انتم شايفين، موجود فيه حاجات كتير قوي قوي وكلها احلى من بعض. لو عجبكم الفيديو وعجبكم المكان ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك.